أستاذ أمين، كيف يمكنك كفنان تشكيلي أن تستخدم تقنياتك الخاصة في لفت الأنظار إلى الكارثة التي تحيط بنا؟ هل يمكن للفن أن يجاري أو يمر وسط هذا القبح السائد؟ نعم، بكل تأكيد، وهذا من مهمة الفنان من خلال سطح اللوحة المرسومة وبتقنياته الفنية، أي يجذب المشاهد إلى اللوحة ويؤثر عليه من خلال الألوان والأشكال والرموز والدلالات المعبرة على قراءة اللوحة ولفت نظره والوقوف أمام اللوحة. في هذه الحالة قد يجد نفسه مشاركا مع الفنان في أفكاره ومشاعره وأحاسيسه، معبرا عن آماله وطموحاته ومعاناته في الحياة. وأعود بك إلى بيئتك وتأثيرها عليك. أنت ابن قرية ذات طبيعة جميلة كما أسلفت. نعم. فهل المدارس الفنية التي يتبناها المبدعون لها علاقة ببيئاتهم التي عاشوا فيها؟ بالتأكيد، للبيئة تأثير مباشر على حياة الإنسان، وخاصة الفنان ابن بيئته. ولدت من بيئة ريفية من قرية معشوق، قرية جميلة جدا ذات طبيعة مميزة في حياتي، غنية بينابيعها وأنهارها الجارية. من تلك الينابيع وأشجارها وبساتينها هذه القرية المعروفة بتلها المطل على تلك السهول من حوله وعلى تلك الأراضي الخصبة الزراعية، كل هذا الجمال أثرت في شخصيتي الفنية وعلى إبداعاتي الفنية. على سبيل المثال، كان مشروع تخرجي في الكلية عن البيئة التي ولدت فيها وعشت فيها طفولتي وشبابي، واخترت اسما لمشروعي وهو الحياة في الريف. حياة الناس في الريف، حياة القرويين والقرويات، من أعمال الزراعة والفلاحة والحصاد وتربية الحيوان، وعمل المرأة بجانب الرجل ومشاركته لكسب العيش، بالإضافة إلى تربية ورعاية أطفالها تربية صالحة وإنشاء جيل للمستقبل، وما لها من قيمة كإنسانة دون تمييز في جميع مجالات الحياة اليومية. وهناك لوحات مرسومة لأسرتي موجودة عندي وأفتخر بها لبساطة الحياة في الريف والعيش. واتخذت أسلوب المدرسة الواقعية في تنفيذ أعمالي الفنية باستخدام ألوان ترابية وخضراء وبسماء زرقاء ومنظر غروب الشمس في جميع أعمالي من البيئة الريفية. وكيف يمكنك أن تجعل فنك في متناول شخص قروي عادي بلا اهتمامات فنية؟ القروي كما هو معروف يعيش حياة طبيعية بسيطة جدا، بعيدا عن التعقيدات اليومية، قنوع بحياته، ليس صعبا عليه أن يفهم ويقرأ اللوحة المستوحاة من واقعه المعاش ويتفاعل معها ومشاهدتها بكل جوانب. الكثير من المعارض تشبه ساحات حرب صغيرة، تنقل انطباعيا حالة الصراع الدامي بين البشر إلى ساحات وقاعات المعارض. ترى كيف يمكن تقديم بحر من الدم على جسد طفلة صغيرة مثلا بصورة جمالية؟ هذا من الناحية الفنية سهل، كما مر معنا سابقا للفن مدارس فنية من خلال اللوحة أو المدرسة التعبيرية المعبرة
أن نظهر هذا الشيء عن معاناة الشعب وآلامه، وعن دفاعه عن الوجود والبقاء وصراعه مع الحياة. لوحة فيها ألوان صارخة قوية قاسية بلون الدم والأشكال المشوهة والمساحات المفروشة بألوان الدم، وهذه اللوحة المؤثرة على المشاهد بشكل مأساوي ومن خلال النظرة الأولى بالنسبة للمشاهد. ولكن من مهمة الفنان ومن خلال بعض الرموز التي تدل على التفاؤل والعيش بحرية بأن يرمز بشيء بسيط، إشارة على اللوحة توحي من خلال زهرة حمراء مروية بدماء الشهداء، أمل الحرية بالمستقبل المشرق الجميل. ولو سألتك عن الرمز في لوحاتك. نعم. الرمز، كيف تنظر إلى الرمز أنت؟ الرمز ممكن يكون من خلال الخطوط، يعني الخطوط القاسية تعبر عن العنف، الخطوط العريضة تعبر عن عرف. ممكن من خلال الألوان، الألوان الحامية أو الحارة أو الدافئة التي تدل على الحرارة القوية، الصرخة، الثورة. وممكن من خلال أشكال ورموز أخرى. هذا كله يعود إلى رؤية المشاهد وثقافته الفنية لحتى يفهم معنى هذه الرموز والدلالات التي توحي إلى هذه الأفكار. هل تلجأ إلى الرمز كثيرا؟ أنا أفضل الرمز لحتى لا أعطي للقارئ لوحة مقروءة جاهزة، فأترك للمشاهد بأن يبحث ويقرأ اللوحة من خلال رؤيته لحتى يدخل إلى مضمون اللوحة. وأقصد في ذلك لحتى يكون هذا الإنسان يصبح محاورا أمام اللوحة، يقف وجها لوجه أمام اللوحة ويحاور اللوحة. ماذا أجد في اللوحة؟ لماذا عمل الفنان هذه اللوحة؟ لماذا دخل بهذه الألوان القوية والصارخة؟ فهذا الحوار يجعل من المشاهد فعلا إنسانا مثقفا وواعيا في المستقبل، لأن الحوار دائما يفيد الإنسان، ومن خلال الحوار ممكن أن نصل إلى الإنسان السوي والمثقف والواعي. هذه دور اللوحة وبالنسبة للرموز والدلالات. هكذا الرمز هو تحريض نعم للمشاهد، أبدا، تحريض المشاهد لحتى لا تبقى اللوحة جامدة وينظر المشاهد إلى اللوحة ويمر أمام اللوحة مرور الكرام. إذن عليه أن يستكشف هو. نعم، من مهمة الفنان أن يجذب المشاهد إلى اللوحة ويطلب منه أن يفسر ويقرأ ويمعن في اللوحة بشكل لحتى يصل إلى الحق. وفي بعض الأحيان يقف مرات عديدة ولا يصل إلى مضمون اللوحة، يضطر أن يبحث عن صاحب اللوحة. هنا قراءة المشاهد للوحة مهم أم قراءة الرسام؟ هنا فعلا سؤال أيضا جميل. ممكن في بعض الأحيان أن يدل المشاهد أو يعطي المشاهد عنوانا للوحة لم يكن في خاطر أو بال صانع اللوحة، فممكن في بعض الأحيان المشاهد يبقى مثقفا ثقافة فنية أكثر من صاحب اللوحة، فهنا العلاقة تقريبا جدلية أو متبادلة. ليس بالضرورة أن يكون الفنان هو صاحب كل شيء. أترك للمشاهد أيضا دوره ومشاركته في عمل اللوحة. إذن الرؤية التي يعطيها المشاهد للوحة هي الرؤية الصحيحة دائما، كما هي إضافة لرؤية الفنان نفسه.
أي إنسان هذا ينطبق على الإنسان المثقف. والإنسان العادي ألا يستطيع أن يقرأ هذه اللوحة أيضا؟ الإنسان حسب العادي رؤيته وحسب إمكانياته ممكن يصل إلى بعض الأشياء في اللوحة، في بعض الأشياء في اللوحة، وفعلا لا يمكن أنا أن أقرأ لوحة بشكل كامل كلي. ممكن أن أقرأ في بعض الجزئيات وأوضح بعض الأشياء، لكن قراءة لوحة بشكل كامل لا الفنان ولا المشاهد يصل إلى نتيجة. الفنان عندما يرسم اللوحة لا يعرف متى تنتهي اللوحة، نعم. كيف يبدأ وكيف ينتهي من اللوحة. فأيضا المشاهد نفس العملية، يبحث عن اللوحة، لا يصل إلى نهاية اللوحة بشكل كامل كما الفنان بدأ في البداية وكيف ينتهي من اللوحة. أستاذ أمين، لو انتقلنا من عملية قراءة اللوحة حسب التخيلات وحسب الإلهامات التي تعطي للمتلقي أو التي قد يعطيها الفنان لهذه اللوحة، ننتقل إلى مسألة أخرى وأسألك، إذا كانت المادة أهم من الروحانيات، كيف يمكن إعادة الناس إلى الثقافة بالمعنى الفني، بمعنى إدراكهم للمحيط وللنفس وللقضايا الوطنية حتى؟ وهل ذلك ممكن في هذا البحر من التشويه على ذهن المتلقي الفرد؟ نعم، وبكل تأكيد لا يمكن أن نقارن بين المادة والثقافة. الثقافة معرفة وعلم، والإنسان المثقف يجب أن يلم لجميع العلوم بكافة أنواعها، ولا يمكن أن نضع الثقافة في ميزان المادة ونقارن معهما، لأن الثقافة غذاء الإنسان الواعي وذخيرته، وأهم بكثير من المادة، لأن الثقافة شيء معنوي وروحاني كما قلت، وشيء سامي وراق. ومن خلال الثقافة والمعرفة يمكن إعادة الإنسان العادي إلى حضن المعرفة والثقافة الشاملة، وإلى حضن الحقيقة والقضايا الإنسانية والوطنية التي نعيشها في الحياة. وإذا كنا هنا لا نتحدث عن المادة بالمعنى الفلسفي ولكن كمال، كيف يمكن للمادة هنا أن تساهم في نشر الفن؟ أيضا للمال دور مساعد، وليس المادة أو المال كل شيء. المال وسيلة، من خلال هذه المادة أو هذه الوسيلة ممكن أن نطور الفن، وممكن أن نجعل من الفن بشكل أفضل ومتميز. إذن كما قلنا أنه ليس المادة هي الشيء الأساسي في الأشياء. في موضوع آخر ومهم، نعم، لو تحدثنا عن النقد، هل ما زال نافعا أم أن كل بات ناقد نفسه ويعرض ما يرى فيه قيمة جمالية حسب رؤيته الخاصة، وبذلك أصبحت القيم شخصية والنقد شخصيا؟ هنا أصبحت الهوة كبيرة بين هدفي المفهومين، مفهوم الفن ومفهوم النقد. يا أخي الكريم، عندما نفهم النقد كنقد ونفهم الفن كفن، فهذا ليس صعبا أمام الإنسان الواعي والمثقف. الفن وكل الأشياء الأدبية يتطور من خلال النقد. إذن علاقة النقد بالفن علاقة أزلية، يعني لولا النقد لما تطور الفن، ولولا الفن لما وجد الناقدون. النقد البناء والمفيد يجعل العمل الفني المبدع في مستوى راق يخدم المصلحة العامة والمجتمع بآن واحد. وللنقد أهمية أكبر، لأن الأعمال الفنية والأدبية لا يمكن أن تتطور وتصبح هذه الأعمال في حالة جمود أو كمون، ولا يمكن
أن يتطور إلا من خلال ماذا؟ من خلال النقد. والنقد هو ليس النقد بمعنى أنه جرح الإنسان أو الهجوم الشخصي عليه. النقد هو أن ينور الرسام أو الفنان وأن يدلها على مواطن الأخطاء الموجودة في اللوحة. فإذا هنا الناقد يشارك الفنان أو يشاركه في إبداعه وأعماله، لا في تحطيم ثقافته أو فكره أو إبداعه. فهنا دور للناقد دور تنويري، سواء كان للأديب أو للشاعر. ولولا الناقد لما تعرف أو قرأ الإنسان الأعمال الأدبية. مهمة الناقد أن يسهل ويصل بمعاني اللوحات الفنية أو الشعرية إلى الإنسان العادي من خلال قراءته النقدية. وفي الفن التشكيلي الذي نحن بصدده، هل هناك نقاد حاليا قد يرفعون من سويته؟ نعم، إذا كان هذا الناقد ناقدا فعلا مخلصا ويخدم الفن والمجتمع ويقوم بمهمة إنسانية، هذا الناقد فعلا مهمته يعني فعلا جليلة بهذه الحالة. وإلا ممكن هذا الناقد يكون مثلا مهاجما أو يقوم بتحطيبه لمصالح شخصية أو لرؤية خاصة فيه. يعني لا أعتبر هذا ناقدا. هل هناك نقاد نعم يمكن الإشارة إليهم؟ لا يمكن نحن يعني نعطي بأسماء أو ما شبه ذلك، لكن من خلال نقده وقراءة الإنسان أعماله ممكن أن يميز ويعطي لهذا الناقد أنه فعلا كان ناقدا مفيدا في نقده. وفي نهاية هذا الحوار لو طلبت منك كلمة أخيرة فلمن توجهها؟ في نهاية هذا اللقاء وبعد هذا الحوار المثمر والمفيد، في هذا اللقاء الممتع والجميل، وخاصة في مجال الفن والثقافة الفنية ومعاني الجمال، أطلب من جميع الناس أن يلموا ويتعرفوا على الثقافة الفنية وأهمية الثقافة والفنون في مجالات الحياة كافة، وخاصة نحن في هذا العصر، عصر الفضاءات والتكنولوجيا. وكل من يعيش خارج هذا العصر أنت تعلم يكون بعيدا عن الواقع ويعيش على هامش الحياة ويبقى كإنسان أمي. الأستاذ أمين مراد، شكرا لاستضافتك لنا ورحابة صدرك. أشكركم أيضا على هذا اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق والتقدم في أعمالكم في راديو هيفي، وشكرا لك أيضا. شكرا لك. أعزائنا مستمعي راديو هيفي اف ام، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا الفنان التشكيلي الأستاذ أمين مراد ضيفا، وأنا فرحان كلش محاورا، وإلى لقاء آخر.